سلام، معكم نورس كيتشن. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشاركوا فيها وتضغطوا على الزر باش يوصلكم جديد ديال الوصفات. اكيد كل شيء كيعرف الفلفله المعمره وكل شيء كيعرف كيفاش يعمرها، غير هو انا اليوم حاولت انني نشارك معكم الطريقه ديالي، ولا حتى بالنسبه للبنات اللي هما مبتدئات يشوفوا كيفاش كنديروا ليها. طريقه سهله مهله، عاده انا كنديرها في الفرن ما درتهاش هاد المره في الفران. حاولت نشارك معكم هاد الطريقه، كتجي بنينه رائعه وسهله في التوجد ديالها، ما تاخذش الوقت بزاف، وتقدروا توجدوها كوجبه ولا كمرافقه. كتجي غزاله بهذيك لاصوص طوماط. تبعوا معايا طريقه التحضير. اول حاجه غنحتاجوا ليه هي الكفته، كنضيفوا ليها البصله مشلضه. بالنسبه للكميات غادي يبقاو على حسب عدد افراد الاسره. من بعد نضيفوا ليها الربيع اللي هو قزبر ومعدنوس. الكفته كديروا غير كميه قليله، راه ماشي بالضروره ديروا كميه كبيره، غير باش كتبنوا بها هذيك الفلفله. ومن بعد كنديروا التوابل. انا كندير فيها تحميره وشي شويه ديال الكمون، شي شويه ديال الملحه، غير ردوا البال مع الملحه لان غنديروا المكونات الاخرين فردوا البال معاهم. شويه ديال القزبر، وغادي نبداو نخدموا هذيك الكفته حتى كندخلوا فيها هذوك لي زيبيس كاملين، دوك المكونات التوابل كامله حتى كتدخل مع بعضياتها. من بعد كناخذوا الروز. بالنسبه للروز انا سلقته تقريبا، راه ماشي نص سلقه، غير طلعت فيه الغليه باش يبقى قابض في راسو، ودرت معاه شي شويه ديال الملحه باش ما يجيش باسل. وكنبداو نخلطوه مع هذيك الكفته، كنزيدوا عليه شويه ديال الربيع، وكنديروا عليه التوابل اللي هي الملحه، تقريبا نفس التوابل كنعاودوا نديروها معاه، غير باش ما يجيناش هذاك الروز باسل، يجي حتى هو بنين وملذذ. وفاش نديروه في هذيك الفلفله يجي مذاقو زوين. درت تحميره حتى هي، قزبر، شويه ديال الكمون، وكنبداو نخدموا هذاك الروز مع الكفته. كيف ما كيبان لكم راه الحبه باقا هي واخا خلطته مع الكفته، حيت مازال ما طايبش مزيان، غير طلعت فيه شي شويه الغليه. كنخليو هاد لافارس على جنب وكندوزو الفليفلات ديالنا. طريقه سهله، غير هي ردوا البال مع هذاك لو شابو، ملي تقطعوه ما تقطعوش نيشان على داك الجدر ديالو، خليو شي شويه كبير كيف ما كيبان لكم، كيف ما انا قطعته، باش هكا ملي تقدروا تعمروا الفلفله وتردوا لها داك لو شابو ديالها، ما يجيش على الحافه ويتخسر معاكم. كنحاولوا نخويوها من ديك الزريعه حتى داك لو شابو كنقيوه من ديك الزريعه، وكنبداو ندخلوا هذيك الحشوه ديالنا بشويه بشويه حتى كنعمروها كامله. غير هو بالنسبه للفلفله هانتوما غادي تشوفوا معايا، ما غاديش نعمروها كامله حتى للراس، ما غاديش ندكوها كامله، ضروري غادي نخليو فيها واحد شويه، تقريبا 1 سنتيم كيف ما كيبان لكم، حيت حنا مازال غادي نطيبوا الروز وغادي يتنفخ معانا. داكشي علاش ضروري تخليو واحد المساحه. كنبقى حتى كنكمل الكميه كامله، وكندوزو نوجدوا لاصوص اللي غنديروا فيها هاد الفلفله. انا هنا درت بصله وحده شلتها مع 2 دروس ديال الثومه، وكنديروها مع شويه ديال زيت بلديه، كنخليوها تشحر. في هذا الوقت كناخذوا مطيشه، خديت هنا 3 ديال المطيشات وكنطحنوهم. اون فوا كتبدا تدبل معنا هذيك البصله كنزيدوا عليها مطيشه اللي طحنا. من بعد كنضيفوا ليها 2 وريقات ديال ورقه سيدنا موسى، وكنضيفوا ليها لاصوص طوماط. اللي بغى يدير كونسونطري طوماط يديرو، انا فضلت ندير غير لاصوص طوماطي شي شويه غير باش تعطي داك اللون. وكنضيفوا من بعد كنديروها على البوطه وكنخليوها حتى كتبدا تبان لكم بدات كطلع فيها الغليه شي شويه، بدا هذاك الماء ديالها كيتبخر. عاد كنضيفوا ليها التوابل وكنديروا الملحه، وكما قلت لكم ردوا البال مع الملحه، وشويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، تقريبا نفس المكونات اللي درنا قبل. غادي نزيدوا عليهم غير شي شويه ديال السكنجبير وشي شويه ديال الخرقوم، وكنضيفوا الملحه والابزار وشويه ديال القزبر، وكنديروها فوق من البوطه وكنخليوها حتى كتبدا
حتى كيبدا داك الماء ديالها يتبخر. انا هنا ضفت واحد معلقه تقريبا صغيره ديال الهريسه، كيبقى هذه اختياريه، الناس ما كتبغيش الحار ما ديرهاش. وكنضيفوا الربيع وكنخليوها حتى كتشحر. عرفتوا هاد لاصوص طوماط شحال كتجي رائعه، ديروها ميم مع لي بات ديالكم كتجي غزاله كتحمق، غير هي بوحدها هكا كتجي بنينه. من بعد كنزيدوا شي شويه ديال الماء باش تلقى هذيك الفلفله فين طيب، غير شي شويه ما كنكثروش. وكنحطوا هذيك الفلفله ديالنا. بالنسبه للفلفله ملي نديروها كطيب ديروها شويه على عافيه، شي شويه متوسطه، ما تجهدوش على العافيه. وعينكم عليها الا بان لكم باللي هذيك لاصوص طوماط بدات كتشرب زيدوا ليها الماء، وكنبقاو غير بشويه بشويه، ما تكثروش الماء باش ما تجيش باسله معاكم. كنغطيوها وكنخليوها حتى كطيب على خاطرها، ما كتاخذش الوقت بزاف. بالزربه كتوجد معانا في الفرن، خلاص اللي بغى يديرها في الفران راه كطيب بالزربه. ردوا البال انكم ملي تكونوا كطيبوا فيها كتبقاو تسقيو هذيك الفلفله مره من الفوق، وهكا كتكون موجوده معانا. شوفوا هذيك لاصوص طوماط شحال كتجي معلكه، كتجي بنينه. الفليفلات ديالنا حتى هما كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم، على اللون ديالهم. هذه وصفه ديال الطفوله كترجعكم الايام ديال شحال هذا، كتجي رائعه. تقدروا ديروها كطبق رئيسي للعشاء، كيف ما تقدروا ترافقوا بها الاطباق ديالكم، ولا ديروها كمقبله. كديروا فليفله على حسب عدد الافراد اللي كاينين، افراد الاسره، وكتوجدوها. كتجي غزاله. جربوا هذه الوصفه وشاركوا معايا الطريقه ديالكم. انا متاكده ان كلكم كتعرفوا تعمروا الفلفله، غير كل واحد وطريقته، وكل واحد والتوابل اللي كيستعمل. كاين اللي كيدير نفس التوابل وطريقه مبدله، وكاين اللي كيدير توابل وحدين اخرين. نتمنى انكم تشاركوا معايا الطريقه ديالكم. انا هنا قسمتها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. ضروري ما تكونوا ملي طيبوها تحيدوا داك لو شابو ديالها وتبقاو تسقيوها بديك لاصوص طوماط باش كتجي بنينه، ما كيجيش داك الروز ناشف وما كيجيش بنين. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى منكم انكم تجربوا الوصفه وتعجبكم، وبصحه الراحه.